هذه رسالة لجميع التجار، سواء اللي كان يبيع الخضر أو يبيع الفواكه ولا يبيع الدجاج ولا يبيع السردين، وخاصة اللي راه يبيع البن أو اللي يبيع اللحم. اتق الله في نفسك يا أخي، تروح تشري البن تلقى فيه الفارينة وتلقى فيه المايزينة، الماء يطلع والفارينة تهبط، هذه وحدة. تروح تشري الخضرة تلقاه يكوافي لك، يعني يشبح لك بالعامية تاعنا، ومنها من عنده يبيع لك الخانجة، هذه زوج إلا من رحم الله. تروح تشري الدجاج كذلك، اللحم حديث ولا حرج، يعني السردين كيف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان واحد الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع القمح، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأدخل يده المباركة عليه الصلاة والسلام. كي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقى هذاك القمح شامخ، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. يعني انت ديرك تبيع الخضرة او تبيع الدجاج او اللحم او اللبن كذا، هذاك اللي يكون عيان دير له سعر وحده، واللي يكون لاباس جديد دير له سعر وحده، وبيع بالصدق واترك عليك الغش. الله يجازيكم خير. اللي شاف هذا الفيديو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بالأعمال الصالحة وأن يجعل له مخرج. ومن رأى منكم هذا المقطع فجزاكم الله خير الجزاء، بارطاجيوه لعل وعسى يلحق لهؤلاء التجار الذين يغشون في البيع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويصلح رايهم. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.